بقى الملوخيه دي العيش بحبها جدا. عايزه اقول لكم رخيصه وماليه السوق وب5 جنيه بس. هتقدري تجيبيها وتفرزيها وتقعد معاكي من السنه للسنه بالطريقه بتاعتي. مفيش اسهل ولا ابسط ولا اسرع من كده، ولا هتخرطي ولا هتحطي على النار ولا اي حاجه. طريقه جامده جدا وهتطلعيها تعمليها اكنك لسه جايباها وقتيا. فيلا بينا نشوف الطريقه بتاعتنا هنعملها ازاي وهنحضرها ازاي وتقولي لي بعد كده في الفيديو ايه رايكم. عايزه اقول لكم الكميه دي كبيره مش صغيره، فطبعا عشان اقطفها هتاخد وقت. لا مش هتاخد وقت ان شاء الله. فيلا بينا نقطفها مع بعضينا ونشوف هتاخد مننا وقت قد ايه. وخلصنا تقطيف الملوخيه. بصوا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، كميه قد ايه. طبعا صدقوني والله العظيم ما خدتش مني وقت كتير. خلصت بسرعه. وهاخدها بقى اغسلها غسله كويسه واحطها في المصفى. بصوا غسلتها اكتر من فم وحطيتها بصوا في كذا مصفى عشان تنزل الميه اللي فيها. وبعد ما اتصفت خالص فردت ملاية على السفرة على 2، ورحت فردها على السفرة. طبعا من بالليل هفردها لحد الصبح. يا اما تشغلي عليها مروحه يا اما تفرديها طول النهار وتفضلي رايحه جايه تقلبيها. تجيبي كده حرف الملايه كده وتعملي عليها. المهم لازم الملوخيه دي تكون ناشفه خالص. يعني بصوا انا فردها بحجم السفره. بصوا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. تمام. تاني يوم بقى بصوا كانت نشفت، حتى باين عليها اللي هي نشفت. هبتدي بقى ايه اعبيها في الكيس. الكميه اللي انت بتعبيها على قد الطاقه بتاعتك، طبقين طبق 3 حله كامله زي ما انت بتعبي. ان شاء الله تبقي الميزان تعبي. انا طبعا هجيب الكيس بتاعتي وهعبي الكميه اللي بتكفي الوجبه بتاعتي، لان انا طبعا بحب الوجبات بتاعتي تكون صغيره. تمام. وبعد ما هعبي الوجبه بتاعتي بتشوفوا هتعمل معايا بصوا كذا كيس اللهم بارك. بس عايزه اقول لكم بتاعت السنه اللي فاتت كنت حاسه ان هي فيها بركه اكتر من بتاعت السنه دي، مش عارفه ليه. مع اني كنت جايباها من تحت العماره كانوا برضو 10 حزم، لكن جينا جايباها من السوق. بصوا انا عبيت الكميه بتاعتي كلها. لازم الكيس تبصي تتك عليه جامد وتطلعي منه الهواء خالص. تخليه تحسي كده اللي هي الكيس الملوخيه شفطت في الكيس. بصي طلعي منه الهواء خالص وتبتدي تربطي الكيس. اهم حاجه ما يكونش فيه هواء. بص عامل ازاي، شايفين؟ طبعا انا هعمل كل الكياس بنفس الطريقه. بصوا اللهم بارك، كل الكياس عملتها بنفس الطريقه، عملت لي كميه كويسه جدا. طبعا بقى لما بتيجي تعمليها بتطلعي الكيس متلج من الفريزر، والشوربه على النار بتضربيه في الكبه وهو متلج وتروحي على طول حطاه على الشوربه. هتسيبيه يفك او هتسيبيه على جنب كده هتبقى سودا وهيبقى طعمها مش حلو. ودي الطريقه بتاعتي، ولما اجي اعملها هبقى اوريكم ايه شكل الملوخيه. وانا هنا وصلت نهايه الفيديو. لو وصلتي لحد هنا ما تخليش عليا بالكومنت الحلو، قولي لي ايه رايك. قلنا بالهنا والشفا والسلام عليكم.